اللهم صل على محمد. واحد، هذا واحد. اللهم صل على النبي، وهذا اثنين. خلوني أجرب واو، ايش هذا القنين يا أخي؟ ليك حل المشكلة يا أخي. في ضجيج يا شكري. أيوة تمام. الآن تسمعني؟ أسمعك. السلام عليكم. عندك تشويش أنت، ما نستطيع نسمعك. الأخ شكري عنده تشويش للأسف الشديد، ما ينفع بهذا الضجيج اللي عندي، ما ينفع. طيب خلوني أطلع أنا، لأنه ما عاد دريت أنا أين والأول من الآخر من الثالث من الرابع من هذا. اللي تليسيني يا قلبي وقلبك في الهوى، لا 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 لي لا لا لي لا. سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف. تفضل يا أخي. الله أكبر. طيب يا شكري، عندك مشكلة في الصوت يا أخي الكريم، عندك مشكلة في الصوت أخي شكري، عندك مشكلة في الصوت، وأنا آسف جدا، يعني بتعمل لنا تشويش كبير جدا. يا أخي اهدأ. من دي طلع؟ عندي طلع. مساء النور أخي. أهلا شرعي. تفضل أخي. تحياتي لك. تحياتي لك وتبارك الله عليك، وشكرا لك على هذه الفسحة الجميلة وهذه المساحة الجميلة. أنا بغيت نرد على هذاك الجزائري اللي هو دائما كيعاود أشياء بحال كتكون كتعاود مع شي واحد وكيزيد كيمشي يعاودها وكيكون طويل لسانه وكيمشي يعاودها، وضروري كيزيد فيها شويه ديال الابداع وتيزيد فيها شويه ديال الاكشن. الحمد لله حنايا في المغرب تاريخنا فيه ما هو شيء جميل وفيه ما هو شيء اسود، ولكن ما عمرنا خبينا التاريخ ديالنا ولا خبينا الاشياء اللي كتهمنا. المشكل هو علاش كيقراو علينا وما كيقدروش يقراو التاريخ ديالهم. انا عندي واحد السؤال بسيط سي شرعي، غادي نقولوا وغادي نهبط بحالي. انا بغيتك تسول شي جزائري شحال شداتهم العثمانيين 400 عام، ومن جات الجزائر جات فرنسا باش تدخل، شحال المده ما بين الخروج ديال العثمانيين والدخول ديال الفرنسيين، باش نعرفوهم فين كانوا وشنو كانوا كيديروا. الله يجازيك بخير، كسؤال بسيط ومبسط باش نعرفوا واش كيعرف التاريخ. اي سؤال هذا ما يقدر ما بين هذا لو عطينا تبون ولا شوشع ما يقدروا يردوا عليه، من يرد عليه؟ اخي الى جاوبونا على هذا السؤال، غادي نتقبلوا كل الاسئله ديالهم. يجاوبونا غير على هذا السؤال نتقبلوا كل الاسئله ديالهم. عيب وعار ان الانسان كيطلع وكيهضر بالمباشر وكيبقى يهضر في التفاهه وفي الاشياء اللي هي منحطه. ما كيقدرش يهضر معاك في اشياء اللي هي كطعم ولا شي اشياء اللي كتغوي المجتمعات ولا شي حاجه اللي كتعطيك النضج ديال انك انسان في واحد البيئه سليمه. دائما كيهضروا بالاشياء اللي هي سلبيه، ولكن الحمد لله قال لك من راى ليس كمن سمع. فانا كنشكرك، كنت متبعك دابا في اليوتيوب، وكنشكرك على واحد الكلمه قلتيها بانك انك عرفتي الحقيقه واقبل اعتذارك واقبل ان خالص من قلبك، لانك صرحتي بكل ما كاين، وشكرا لك على الزياره ديالك. وانا هذا السؤال ديالي بغيتك تطرحه، الله يجازيك بخير طرحه. شكرا لك وتحياتي للاخوان كاملين هنا وتحياتي الاخ. شكرا ومرحبا بك معنا، ورا البلاد بلادك، الله يكبر بك. تحياتي لك. شوف شكري، نجرب الصوت الان شكري. وهذا السؤال الله يجازيك الا ما سالوا له لشي واحد. طيب نطرح لهم السؤال. السلام عليكم. شكري نزل. شكري كيف الصوت؟ يا السلام. الان تمام ادخل. السلام عليكم. يا اخي عندك مشكله في الصوت، الله يهديك. الصوت صعب. الصوت باقي كاين مشكل في الصوت.
تكلم. الصوت غير واضح. انا نبدل المكان. ما هو المكان، اعتقد عندك سماعه او ميكروفون هو اللي بيشوش. مر الكلمه الاخ اخي اسعد، وانا ساغير المكان. طيب مصطفى الرماني تفضل. مصطفى. سلام أستاذ أسعد. مرحبا أستاذ أسعد. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، تفضل. مرحبا بك أستاذ سعد، وشكرا على الفرصة اللي أعطيتينا اليوم نطلع عندك. أنا اسمح لي راني فلاح مغربي بالبادية، ماشي متمكن في اللغة مزيان. يا رجال الفلاح في المغرب ما شاء الله عليهم مو سهلين يعني. والله الحمد لله. طيب تفضل. هذا من فضل الله وفضل القيادة الرشيدة ديال صاحب الجلالة الذي دعم الفلاحة المغربية والفلاح المغربي. نعم. لأنه ساعد الفلاح بشكل كبير في السنوات الأخيرة صراحة الله تقال. طيب هل ترى أن هناك حملة على تشويه المغرب؟ معروفة دائما تشويه المغرب من طرف الجيران الذي استحيل. إذن يا رماني الله يزيد رمانك، قل آمين. أنت في تفلات ولا في؟ لا أنا من قبيلة بني بطوش. أنا اللي من بطوش من عندنا من الرحامنة. أنت من الرحامنة. من مسخوط المملكة. حبايبنا الرحامنة، الله يحفظك. إذا خليني أشوف الأخ شكري، هل الميكروفون ضبط ولا لا؟ شكري والله شكري للأسف ليس له نصيب معنا اليوم. شكري عنده مشكلة لا ندري ما هي. أوكي، أنا أحاول يا جماعة سامحوني لأنه قاعد أغربل الأسماء، أحاول أطلع أسماء من الذي أعرفها على الأقل حتى لا يطيرون اللايف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا واحد السؤال أسأله دائما للأشقاء بالجزائر، وهو السؤال بسيط. ما هو؟ في غاية البساطة. أقول لهم عندما أسألهم أقول لهم كيف صار الحال وأصبحتم دولة مستقلة، وكان استفتاء يوم 3/7/1962، وتقرير الاستفتاء ظهر 4/7/1962، فاستقليتم 5/7/1962. هل هذه معجزة؟ فيقول لك نعم، فيقول لك الجزائري كان هناك حوار واتفاقية في 19 مارس 1962. لما تذهب إلى الاتفاقية 19 مارس 1962 تؤكد على أن هناك حكم ذاتي وليس هناك استقلال. جميل. هذا أول سؤال. ثانيا، أنا أريد تفسير، هل هناك دولة في العالم ليس لها مكتب تسجيل العقارات؟ ما عندهم. هو قلق. هل هناك دولة في العالم؟ أنا أعطيك كلمة اسمع. هذا السيد عبد المجيد رئيس الجمهورية الجزائرية يقولها بعظمة لسانه. اسمع هو حيقولها بعظمة لسانه. اسمعوا. ما أراني نكذب عليكم. ليش تقولها؟ اسمع. صح، فيه مشاكل مطروحة كذلك بالنسبة للعقار، بالنسبة للملكية، بالنسبة أتمنى بس سنة 2023 كل هذه المشاكل تتحل نهائيا. هذا مشكل العقار والملكية نتاع الأرض وكذا وكذا راه مطروح منذ الثورة الزراعية. اوكي، هذه شهادة عبد المجيد، وأضيف لك شهادة ثانية. سوف أضيف لك شهادة ثانية حتى تتأكد مما قلته. اسمع. أنت ما تقدرش اليوم تمس
بنايه من البنايات في الجزائر العاصمه بدون قبول او رضا فرنسا بانها لا يمكن ان ترمم بل تنبح. ما تقدرش تغير الواجهه الميناء، واجهه الجزائر على الميناء من المستحيل. ما تقدرش تحطم اي بنايه من البنايات، بالعكس حطمنا القصبه، ولكن نقدر نحطموا الواجهه تاع. هذا بند من بنود اتفاقيه ايفيان. هذا ملكيه، مازالت ملكيه تاعهم، وراه الجزائر تعوض. هذا باحث جزائري ولدي عدة شهادات من آلاف طيب. الألوف، طيب يا وكلها طيب كلها أوكي. تمشي في هذا السياق. تمام. انا اعتقد وصلت فكرتك. لا، في شيء آخر، في آخر شيء، لو سمحت أخي أسعد، حتى أترك المجال للإخوة يلقوا كلمتهم ولا أحتكر اللايف. لدي آخر شيء، آخر توضيح. لما المغرب كان يتكلم على الصحراء المغربية كان يقول الأراضي المستعمرة. لما المغرب يتكلم على أرض فلسطين بيقول الأراضي المغتصبة. ولكن لما يتكلم عن الأراضي الحقة المغربية، الصحراء الشرقية تندوب بالشرق، قناة سحمان، بوحجر إلى نهر الشلف، يقول الأراضي الحقة. وهذا التعبير وهذه المصطلحات ليست مجازية. أنا أقول لك يا أخي، لأن تلك الأراضي ثابتة بشهادة ملكية مغاربة، طيب فهي أراضي حقة، لا شك على واجب. شكرا لك سيد. وتشرفنا ونشكرك على الاستضافة وهذه المساحة مرحبا. والمزيد من التألق أخي أسعد. شكرا. وتشرفنا بك ومرحبا أخي. أنزل أخي، أنا حنزل أخي. حسن تفضل يا حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. خويا أسعد، أول حاجة خويا أسعد، هما يمتخذوا الاستقلال ديالو كما قال الأخ. ارفع معروف. صوتك عشان نسمعك. قلت لك أول حاجة خويا أسعد، هما يمتخذوا الاستقلال ديالهم. متى؟ باش الجزائر امتخذت الاستقلال ديالها عام 1962. خداتها ياك. هو قال لك السيد اللي قال لك بان المغرب ضرب بالكيماوي في 1959، المغرب كاع ما عندها الكيماوي نهائيا كاع. هذه حكايه الكيماوي. يلا المغرب كاع ما كان عنده المشكله انه اخويا. عرف الكيماوي في المغرب، لكن ما عرف ان فرنسا جربت الكيماوي في الجزائريين. ليش ما يكتب الكيماوي الفرنسي؟ اول حاجه، وثاني حاجه غنعطيها لك وصغيره. هذا واحد الشيخ كان تيناقشوا واحد الشيعي، نقش داك الشيخ قال ليه ما نناقشوش دابا، نمشيو حدا الناس ونديروا وقت وعلى الهوا نناقشوا. قال ليه مزيان. داروا واحد الوقت بحال يوم الخميس مشى بحال هكا، وصلوا لهذيك الاذاعه، الشيعي تيتسنى، دخل السني قال لهم السلام عليكم، شد البلغه ديالو هي النعله ديالو ساسها ويديرها تحت طبقو ويقول لهم بسم الله نفتتحوا. نقش الشيعي ويقول لي قبل ما نفتتحوا، قال لي قبل ما نفتتحوا عندي لك واحد السؤال. ويقول لي تفضل. ويقول لي علاش شديتي البلغه ديالك وشتيها ودرتيها تحت طابقك؟ قال لي حيت عندما الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام قال لي ملي كان تيريح مع الشيعه كانوا تيشفروا ليه البلغه ديالهم. وينقش الشيعي ويقول ذاك الشيخ قال لي ولكن في عهد الرسول كاع ما كانت الشيعه. ويقول لي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ويمشي بحالاته. منين نتوما ما كنتو، نتوما كاع ما كنتو، انا لاش غنجي ندوي معاكم ولاش غنجي نتكلم معاكم؟ صافي تاريخكم، بحثوا على كمل. السلام عليكم الأخ شرعي. كمل يا اخي. وين راح الأخ؟ السلام عليكم الأخ شرعي. دقيقة. السلام عليكم. دقيقة يا جماعة، سلموا لما تبدأوا المداخلة. وعليكم السلام ورحمة الله. بس لما تبدأ المداخلة وسلموا. هذا كيف طار الأخ، وأنت كيف طلعت يا موسى؟ الأخ اللي تحت يونس. السلام عليكم، مساء النور. مرحبا. أنا طلعت نرد على الأخ الجزائري الله يسامحه اللي كان معك التو. أنا مغربي، ما نحكيش معك على الماضي وما نحكيش معك على التاريخ، لأن
كاين المغربي يحكي معك على التاريخ، تجي انت تجيك كاحتقار. ما يمكنناش نعادلو التاريخ بتاع 1000 سنة مع التاريخ بتاع 60 سنة. أنا جيت نحكي معك على المغرب الحاضر والجزائر الحاضر والمستقبل. انت تقول دولة وعايش فيها حر وانتم أحرار وشواكر وعندكم النيف. كيفاش الدولة فيها ما فيهاش حزب، ما فيهاش عدود أحزاب؟ كيفاش الدولة أول انتخاب دخلت العشرية السوداء، أول انتخاب في تاريخ الجزائر دخلت العشرية السوداء؟ كيفاش كيف انتم شواكر ورجال واحرار؟ الديمقراطية ازدادت هناك، كيف ما فيش احزاب؟ فهمت؟ وانتم احرار، منين احرار ورجال وشواكر؟ علاش ما تحاكموش الجنرالز بتاع العشرية السوداء اللي جبتوهم وكرمتوهم بالتكريم؟ وتجي تقول بان المغرب، تقول بان المغربي حرمة. الحرمة اللي تحكي عليها انت المغربي هو اللي اعطاك السلاح وقراك وكونك وجاب لك استقلال بلادك. فهمت؟ لا ومازال عندك الجراءة توقف قدام المغربي وتقول له حرمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا، العظيم. كلام شوارع، حرمة ما حرمة هذا. باش نجيك حاجة يا أخي الجزائري، يمكن تكذب على العائلة متاعك وعلى الحي اللي تسكن فيه وعلى الدولة اللي تعيش فيها، أما ما يمكنش تكذب على راسك. فهمت؟ لا أنت تكذب علينا في اللايف. أنا متأكد 100% أنت داخلك وحدك في عقلك قاس تدفل على روحك، لأن الحقيقة شكل والكذب شكل. هذه اللي طلعت نقول لك. طيب، وتحية المغرب، شكرا لك. وتحية دولة الرجل كيف سميت المغاربة، كيف النساء. تحية دولة النساء حرة هي المغرب. شكرا لك. احنا نساء. شكرا لك. السلام عليكم. كمال تفضل يا كمال. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا. أزل ولن نزل. أسعد الشرعي، كيف الأحوال؟ كيف دوزت العطلة تاعك في المغرب؟ بخير، الأمور طيبة الحمد لله. كل شيء بخير الحمد لله. أنا لن أرد على الجزائري والجزائريين، لأن أنا أخذت عهدا على نفسي ألا أناقش الجزائريين منذ سنة 2019. ليش؟ لأنهم بلا عقل. جربنا معهم كل الحلول، حاولنا أن نناقشهم باللين والحسنى. احترم روحك يا أخي، احترم روحك. لا يفهمون لغة الحوار. راك انت تفهم. لا من الآن بعد ظهور الشوشع ممكن أكلمك، لكن من أول كان ممكن. أنت زرت المغرب، وكنت الأمس على ما أظن أو يومين كنت في مدينة ميدلت. نعم. كنت مع دكتور مهيب على ما أظن اسمه. مهيب. نعم. وقال لك أن هناك منازل جزائريين مغلقة. يعني نعم. لم يمسها أحد ولم يستعمرها أحد ولم يغتصبها أحد. هذا يدل على أن المغاربة يحترمون كل شيء، وأن المغاربة أحرار في بلدانهم ويحترمون الأجنبي لما يدخل المغرب. وعندنا ديانة. يا أختنا اللي فوق، قفلي ميكروفونك يا أختنا. يا دانا قفلي ميكروفونك. أنا الحين قفلي ميكروفونك، قفلي الميكروفون الله يرحم أمك. قفلي. قاطعتي الرجال، الله يهديكي. كمل يا أخي كمال. على أي جزائري ولو بالطبون وش نقريحه لو أراد أن يحاورني عليه أن يقوم بالله حي. تبون بالتاء. ما ليش راح نحوروك يا. لو أراد. إذا اسمعني يا أسعد. أيوة، ابقى معنا أنت، ابقى خليك معنا. ولما تنطق اسم تبون يكون ننطقه وبنطق صحيح، ولا أقول حاشاكم. شكرا لك يا أخي كمال. الأخت اللي كانت فاتحة الميكروفون تفضلي. يا الأخ شرعي، السلام عليكم. عليكم السلام. والله إحنا بنفتخر فيك يا الأخ شرعي، لأنك إنسان حقاني وإنسان يعني تتكلم بكلمة حق.
المهم أنا طلعت معاك بس لأنه عندي بيت شعري أقوله بسرعة وأنزل. ممكن؟ هاتي. يسألوني شو يعني مغربي، رديت عليهم الميم مدرعات بشرية تضرب بيد حديدية، الغيت غيوم تمطر خير على البلاد العربية، الراء رؤوسنا مرفوعة بإنجازاتنا العالمية، الباء بزاف نحب الناس وما نستنى هدية، والياء ياريت توصل لكل مغربي ومغربية. ألف تحية، تحية المغرب وبنات المغرب، ونفتخر إنك مغربي من صلب ملك ابن ملك، وجدك ملك وجده ملك، والمغرب فخر العرب، الله الوطن الملك. مشكور يا الأخ شرعي. الله يفتح عليك، شكرا. عجبني انك مختصرة، اختصرتي الموضوع. شكرا لك يا دانا، بارك الله فيكي. الأخ موسى تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخي كيف تمد في أحكام مسبقة؟ أنت جيت للجزائر أنت؟ ها؟ قلت لك أنت تمد في أحكام مسبقة. ما هي؟ كيما مثلا أنت كيما في المروك قبل ما تروح المروك كنت تسب فيهم، بصح ما رحتش كي رحت عندهم شفت حاجة أخرى. الحين احنا نبحث عن تأشيرة للجزائر، منين نطلعها؟ التأشيرة انك تحل في فمك ليل نهار، كيفاش يعطوك تأشيرة؟ عادي اعتبروني تبوني، اعتبروني ماكرون يا اخي. لما الفرنسيين هم ذات ما يمدولهمش تأشيرة باش لا انتوا تحترموا اللي يجلدكم، انا متأكد لو يجي لا ما نحترموكش، لا ما نحترموكش. لا لانه انتوا العصا على ظهوركم منذ ان خلقتم، لذلك تحترموا من يضرب. شوف يا سيدي هذا كلمت هذاك انت وامثالك. طيب اسمع اقول لك حاجه. قول. يعني طمئني، لانه شوف احنا نتعامل مع الاخوه الجزائريين وفي الاخير يسبونا. انت من لا مش راح نسبك، لا روح. يعني انت متربي من بيت محترم ومتربي في البيت، الله يرحم والدك، عشان ناخذ ونعطي معك. روح تفضل. لا اكد لي انه ابوك وربوك في البيت والامور تمام، عشان ندخل معك في موضوع، لانه لا مش راح نسبك. لا انتوا تبدوا هكذا طيبين يا اخي. لا انت راك ولانك انت تستفز يا اخي انا ما استفزيتك، يعني الان احنا لا نحكي لك على اللي قبلي. لا اللي قبلك ما استفزيته والله، اني تركت لك اكثر واحد تكلم، يعني نصف ساعه خليته يتكلم، ما استطاع يجيب جمله مفيده. تمام؟ علشان اثبت لك كجزائري واثبت للجزائريين ان منصتي مفتوحه لا يجيرها المغاربه. انتم لكم النصيب الاسد في منصتي، هذا دليل على انه انا لا يسيرني مغربي ولا يجيرني مغربي ولا بصح عندك احكام مسبقه، لانك اصلا مش اي حاجه راح نقولها مش راح تتقبلها. معنى عندك موقف مسبق. ما والو انا كصاحب منصه التزم اني اعطيك الوقت والحريه تتكلم، ما لك دخل من افكاري. اقنعني، انا ما الناس قاعد اقنعني او اقنعك. لا وش نقنعك؟ لازم تكون عارض الواقع. اعطيني فيزا يا اخي. وش نعطيك الفيزا؟ انا تشوف فيا رئيس ولا تشوف فيا سفير ولا؟ انا مطرود، مرفوض من دخول الجزائر، ممنوع. متى رحت للسفاره؟ متاكد باللي ما رحتش اصلا للسفاره؟ لا رحنا لا قد قالوا لي روح سير، دير النية وسير. اتصلت بهم. لا قالوا لي طير، وبعدين قالوا لي انت شخص غير مرغوب فيك. شك في الكلام هذا، شك فيه. اعطيني الان، انت اعطيني دعوه. وش انا اعطيك دعوه؟ انا انت في الجزائر الان ولا خارج؟ من الجزائر. تستضيفني في بيتك اذا جيت؟ نستضيفك، مرحبا بك. في اي مدينه؟ في الشرق. خلاص ان شاء الله نزورك ان شاء الله. تفضل مداخلتك. ان شاء الله. مرحبا بك. انا كنت نحكي لك باللي انت ما شفتش الواقع في ارض الواقع. ما تعطيش احكام مسبقه. شو سقسي المغاربه اللي عايشين في الجزائر، سقسي، طلع واحد منهم وسقسيه.
شخص يقول له كيفاش تعاملوا معك الشعب، كيفاش تعاملوا معك الحكومه، كيفاش شخصي المغاربه اللي عايشين في الجزائر. طلع واحد منهم ولا شوف فيديوهاتهم في اليوتيوب وينهم؟ وشوف شو وينهم، شوفهم في اليوتيوب ولا مش عارف انا، ما يطلعوش في حصل لهم اليوتيوب. ايش حصل لهم؟ كيف وش حصل لهم؟ وش راح يحصل لهم؟ يعني جزائريين في المغرب حصل لهم شيء؟ لا نحكي لك، معناه هم يعطوك نظرة من أرض الواقع، ان شاء يحكوا الله لك من الأرض، يحكوا لك من الأرض، هم عايشين معانا وشايفين كل شيء. ما فهمتك يا اخي، انت بتتكلم عن مغاربه داخل الجزائر ولا على المغاربة اللي عايشين في الجزائر، على المغاربة اللي عايشين في الجزائر. في جزائريين عايشين في المغرب، ايش المشكله يعني؟ لا سقسيهم قولهم مش كاين في يعني الواقع. سق فيهم يعني ايش؟ اسألهم اسألهم وينهم؟ اسألهم. واحد استدعي لنا واحد، جبنا واحد ان شاء الله نخبر واحد منهم يطلع. انا وجدت جزائريين في وجدة معززين مكرمين، ما حد نهب بيوتهم ولا مورس عليهم ضغط ولا نهبوهم في مسيرة كحلة ولا شيء. لا بصح انت راك تعطي، انت راك حاجة ما شفتهاش ولا رحت لها ولا كذا، بصح انت ليل نهار ضدها، معناها بالسلبيات وبالايجابيات كلش عندك واحد. لا انت تقدر تنكر المسيره الكحله، ما تقدر تنكر. انا رحت الناس عاينوا الموضوع يعني من ضحاياها. المسيره الكحله شاف وراء كيف جاءوا الجزائريين وطردت امه وطرد ابوه، كيف حملوهم على البوابير وكيف قذفوا بالاحجار في الطريق، وكيف يا اخي انت عايش التاريخ. شوف الحاضر والمرو كانت ملاك صافي، انت تحكي على اساس يعني انت لا تنكر المسيره الكحله، بتعتبرها ماضي يعني؟ لا شوف حوايج في الماضي كاينه حروب وكاينه، شوف للحاضر. لا هذا تهجير قسري، الناس عايشين مدنيين ما دخل الحروب. بصح بعده هجروا الجزائريين من وجده ولا هجروا شيء والله، بيوتهم مغلقه لليوم. هجروا سبحان الله. كيفاش ما هجروا؟ لا طردوا ولا يلا ادخل هذا الموضوع التاريخ قد كشفكم وانتهينا. عندك شيء ترد على الجماعه ولا شيء؟ لا تفضل اعطيني يا اخي. انت معانا في النقاش من اول. انت معاكم في النقاش. انا حبيت نوصل لك باللي راك ما تعطيش نظره مسبقه وما تاخذش موقف مسبق. ما هو الشيء الذي ظلمناكم مثلا قلناه هو هكذا تسب فينا ليل نهار؟ كيفاش ما ظلمتكش؟ ظلمنا على طول الخط. والله ما اسب فيك، انت كجزائري على عيني وراسي، ما عندي مشكله معك اطلاقا، ولا عندي مشكله معك ولا اسبك ولا عمري سبيت جزائريين ولا حاجه. يا سبحان الله يا سبحان الله. انا سبيتك انت معي الان؟ انا سبيتك؟ هل رايت يا اخي نهار كل تبونيين كذا، شوهتوا الجزائر، شوهتوا كذا. تبون شيء والجزائريين شيء. انا اتكلم عن نظام حكم، عن عسكر زباله، ما اتكلم عنك كجزائري حر شريف محترم على عيني وراسي، ما عندي مشكله معك اطلاقا. يعني انتم يا جزائريين مصرين تعملوا مني عدو وانا مش عدو بالغصب يعني. عادينا. والمؤيدين التبون. شوف يا اخي، مؤيدين التبون ايد كيف المؤيدين التبون؟ كيفاش انت تعطي روحك الحق باش تسبهم؟ انا انتقد نظام عسكر. هو حر يختار، معناه هو مقتنع بتبون. كيفاش انت تسبه؟ عادي. الجزائري الذي سيعاديني التبوني فليعاديني، فليعتبرني عدو، هذا شرف لي ان يعتبرني التبوني عدو، ما عندي مشكله، لا تقلقش يعني. لكن انت كمواطن جزائري لا تصنفوني اني عدو لكم، عيب. انا حتى ادافع. لا شوف الفيديوهات، شوف الفيديوهات تاعك مستفزه لاقصى درجه. اسمع اقول لك حاجه، في من الاشياء التي انا مختلف فيها مع بعض المغاربه، في مغاربه متطرفين ويشيطنوا كل ما هو جزائري. انا اعترف من داخل المغرب، اقول لا تقحموا الشعب، لديكم مشكله مع النظام الحاكم. الانسان الجزائري ليس له يعني لا يتم التعميم، فبالتالي الا اذا تريدوا مصرين انه تصنفون اعداء، عادي ما عندي مشكله.
عندك شيء يا موسى ولا نروح الاخ كمال؟ شكرا شكرا عيسى. شكرا. تفضل يا كمال. السلام عليكم أسعد، كيف حالك؟ بخير؟ الله يسلمك يا اخي. تحياتي لكم جميعا. والله يا أخي أسعد الآن وجدت نفسي أتساءل يعني حول السؤال الذي قاله الرئيس ماكرون الفرنسي، عجبا وأتعجب للعثمانيين كيف استطاعوا أن ينسوا الجزائريين في استعمار دامت مدته 316 سنة. أنا الآن كنقول عجبا لهذا الشعب وكيف استطاع هذا النظام أن ينسي لهذا الشعب فضل المغرب عليه لمدة دامت 136 سنة. يا اخي وانتم خسرنا هذا الشعب. يا اخي انتم المغاربه 136 سنه والرؤساء الجزائريين يعني يخذلوكم هكذا وانتم ما زلتم في افضال الى اليوم. يعني خلاص يا اخي اصحوا. نعم يا أخي أسعد، والله هذا الشعب لو كانت عنده ذرة عقل لعرف بأن فضل المغرب كان وما زال، ولن يستطيعوا أن يعيشوا يوما بدون المغرب. الله وخير ولن يستطيعوا يا أخي أسعد، والله لن يعيشوا يوم. عايشين بدونك يا اخي، عايشين بدونك، صار لهم مقطوعين معك، الحدود كلها مقطوعه، البر والبحر نعم. ايش ضرهم؟ هل عندهم حياة عيش كريم يا أخي أسعد؟ هل لما كانت علاقات مع المغرب مفتوحة هل كانوا يعيشون هذه الأوضاع التي يعيشونها الآن من فقر ومن تعذيب ومن مجاعة ومن طابوهات؟ لماذا المغرب يفضل اليد الممدودة ليس للنظام وإنما للشعب؟ لماذا ملك المغرب يقول الشعب الجزائري والشعب المغربي كالتوأمان، يريد أن يستفيق من غيبوبته ويعلم بأن فوق رأسه جنرالات يحكمون تحت إمارة فرنسا، تحت سيادة فرنسا. الملك يخاطب الشعب. يا أخي أسعد بالله عليك، المغرب لما قال نجعلها حدودا يعرف ما يقول. لو كونا حدودا مفتوحة بيننا سيكون عندنا اقتصاد قوي، سيكون عندنا جيش قوي. المغرب سيصدر لنا الغاز والبترول الجزائري، والمغرب سيصدر للجزائر الخضروات والفلاحة والمواد الغذائية الأساسية. لما فضل هذا النظام قطع العلاقات، هل رأيت يا أخي أسعد في المغرب أن الشعب المغربي يموت من البرد؟ هل رأيت أن السيارات موقوفة في المواقف السيارات يعني بدون غاز بدون بترول؟ أبدا. لكن ألم ترى بأن المغرب لما قطع هذا النظام، ألم ترى الجزائريون يشدون الطابور وأطول طابور في إفريقيا؟ من المتضرر هنا؟ هل الشعب المغربي أم الشعب الجزائري؟ يا اخي خلي ابوه يتضرر يا اخي، ما رضيش يفهم. خلي ابوه يجوع ويتعذب ويتمرمط ويهين كرامه ابوه يا اخي. يا اخي اصلا لن يمتطيهم تبون الا اذا انحنوا. اذا الشعب هكذا منحني واصل خلي يهين ابوهم. يا اخي اسعد فيه هينهن، الله يعينهم معه، لكن ما ننتقده نحن كيف لهذا النظام الجزائري حبب لهذا الشعب من قتلوا أجداده، ويكره لهم من أنقذوا أجداده ودعموا أجداده في ثورتهم. الشعب المغربي لما فرنسا تقوم بشتم الشعب الجزائري ماذا يفعلون؟ يسبون الشعب المغربي. لما ماكرون يهين الجزائريين ماذا تفعل نظام الجزائر؟ يسبون ملك المغرب. حتى المغرب لما سحب سفيره من فرنسا ماذا فعل الجزائريون في فرنسا؟ بدأوا يزطمون على صورة الملك محمد السادس. يا أخي بالله عليكم، هل الملك من أخذ جماجم شهدائكم رحمة الله عليهم ووضعها في متاحف في المغرب؟ هل المغرب من استعمركم 136 سنة؟ هل رحمة الله عليهم؟ والله إني ليؤسفني أن أرى شعبا جزائريا يذهب في قبارب الموت إلى فرنسا رغم أن فرنسا نكلت بتاريخه وقتلت أجداده ونكلت بهم وشوهت بصورتهم وترفض الاعتذار على ما وقع من جرائم في الجزائر. هل تطلب مني أنا أن أحترم؟ هل طلبت يوما من ماكرون لما قام بإهانة جماجمكم بأن يحترمكم؟ هل قلتم له كفى؟ لما قال ماكرون لا توجد قومية ولا أممية وإنما وجدنا الجزائر كعبيد، هل قال رئيسكم كلمة في حق ماكرون وقال كفى يا ماكرون والله راح أقطع العلاقات مع فرنسا حتى تعتذروا؟
هذا قولك يا أنت. اخي لا تقاطع، خليه يكمل، لا تقاطع. كمل نعم يا أخي أسعد، هذا يوم كبير. هذا كمال لا ليس له دليل إلا الأكاذيب. يا سعيد الله يسعدك، دورك بعده مباشرة، فند كلامه، إذا عندك ترد عليه رد عليه، بس لا تقاطعه. كمل في دقيقة يا أخي كمال. نعم يا أخي أسعد، الكلمة التي سأقولها لهذا الشعب الجزائري: إن لم تنتهوا عما تقومون به سيمسنكم منا عذاب أليم ومن عند الله. حتى هذه المعيشة التي تعيشونها اليوم هي فقط لعداوتكم للمغرب. يا أخي، عندما تقوم بسب أحد فقم بسب فرنسا، فقم بطلب الاعتذار من فرنسا وليس المغرب. ملكنا لم ينكل بكم ولم يقتل شهداءكم ولم يعد يستعبدكم ولم يفعل أي شيء لكم، وإنما ملكنا قال: اليد الممدودة نريدها جسورا، نريد دولتين متعاونتين، نريد إنقاذ الشعب. فكيف يا أخي الملك يريد أن ينقذ الشعبين وفرنسا تأخذ ثرواتكم وتنهبكم وتهينكم على مرأى ومسمع القنوات الإعلامية والعالم يسمع، وتقوم أنت لما أخذنا سفيرنا من فرنسا تذهب إلى فرنسا وتقوم بالزطم على صورة الملك وتقوم بإهانة الملك في فرنسا. والله عيب وعار. أنت رغم ما فعل بك ماكرون وأجداده تقوم بشكر ماكرون والدولة التي كانت واقفة معكم أثناء استعمار فرنسا لكم تقومون بإهانة هذه الدولة. شكرا يا كمال، وابقى ابقى لا تذهب. سعيد تفضل يا سعيد. نعم، هذا كمال. أنا أسعد فهم اللهجة تاعنا تاع الجزائر. ما عليك من كمال، أنت ناقش الأفكار الذي طرحها كمال، خلي شخصة لا تدخل في شخصة. سعيد لا تشخص الأمر، أنت ما تتكلمش على كمال، جاوب على الآخر ولا ما تستطيعش الأفكار الذي قالها كمال. إذا عندك رد ولا خليه قادر. تكلم قادر، تكلم. خلاص انزل انت، الله يوفقك، انزل تحت. ما انا داري ايش يطلعك وما فيش في جعبتك اي حاجه. تفضل يا قادر. بسم الله والسلام عليكم، ان شاء الله تكون بخير. اسعد، السلام عليكم، سلام جديد. انا نخلع نشوف المغربي يتكلم على ما قال الرؤساء الفرنسيين. ما ننسوش باللي الرئيس الفرنسي قال ذات يوم: المغرب كالعاهره التي نضاجعها ولكن لن نعشقها. ما تنساش باللي اليوطي يقول على الملك تاعك. لحظه يا قادر. قال المغرب كالعاهره نضاجعها ولكن لا نعشقها. من هو؟ مثلا ديجا لو بيتان مور ديجا بعد اليوطي رئيس دولة قال هذا الكلام. رئيس فرنسا. نعم، رئيس فرنسا. اكتبها على عندك هاتف ثاني، اكتبها. نزيدك الثانية. اليوطي يقول عن الملك. نزيدك معليش انني قلتها وانت يمكن تاكد منها وراني كل يوم معكم. والله انا نعتبرها خرطه هذه من اولها، لانه ما يمكن معليش ما كاش مشكل. انا الخطا اريد ان يسمعوا هذه 4400 شخص ويتاكدوا منها. ما ننسوش ان اليوطي يقول على الملك تاعك: صفحه بيضاء نكتب عليها ما نشاء. وما ننسوش باللي الحسن الثاني لما كنا نتكلموا مثلا على الشنقريحه لما زار فرنسا، الحسن الثاني وهو في احضان دوغول يعطيه النياشين. واذا تريد نوري لك الحسن الثاني وهو يركع ويقوم بالتحيه للجنود الفرنسيين في ارك دو تريومف في الشانزيليزي. الحسن الثاني اللي هو ملك المغرب وقائد البلاد وغير ذلك. انا تقول لي انت على المغرب ولو ما تحدثش بالارقام، انت لست متمكن من الارقام، لكن انا هذه مثلا انا لما نشوف فيديوهات تاع اسعد الشرعي في المغرب مثلا تفيلات وهي مهد العلويين، لما كان داخل تفيلات عدد الحامير اكثر من عدد السيارات. حتى عدد ماذا؟ والفيديو عدد الحامير اكثر من عدد السيارات لما كنت داخل تفيلات انت. يعني حتى غيرت الفيديو. انت عديت الحمير يا قادر، كنت مركز على لانني كان عدد الحامير اكثر من عدد السيارات، هذه الحقيقه. لحظه، ليش ركزت على الحمير؟ ليش؟ لانهم عددهم كثير، انهم عدد يستعملون في الارض. فكرت على الحامير لان شفت لاحظت لانك انا كنت نتفرج، والله كنت نتفرج سمعتك تقول مدينه جميله وليت نشوف عدد الحامير اكثر من عدد السيارات والناس تتكلم لك، الناس تحلم. المؤشرات الاقتصاديه هي ما تكذب عليا ولا اكذب عليك. روحوا للبنك الدولي
المؤشرات الاقتصادية واضحة. المغرب هي من كل أسبوع من دين إلى دين، الملك يتدين ويقترض، وأنتم أولادكم وأحفادكم إن شاء الله هم من يقضوا الدين على الآن ما تاكلوه. أما الجزائر الحمد لله ما فيناش الدين، وراح انتم تقعدوا بالدين، تتمشوا بالدين، تعيشوا بالدين. المهم أسعد الشرعي، أنت هل طلبت التأشيرة الجزائرية؟ قبل ما تدخل فيني يا انت كملت على كمال، اذا انت الان معي خليني ابدا معك انا يعني لوحدنا يعني. لا أنا مازال ما كملتش مع كمال، كان ماشي نكمل معك صاحبي. طيب أنا نكمل الكلمة تاعي، معليش. يعني انت سعيد ما معليش، أنا غادي نقول على فتح الحدود. انا مانيش فاهم. انا الشعب المغربي هو ضد الملك تاعه. الملك يتسول الجزائر بفتح الحدود للتنفيس عن الشعب في الجهه الشرقيه، والفيديوهات واضحه تاع الجهه الشرقيه، ناس تبكي في وجدان، ناس تبكي من الجزائر. ولما تبغي الفيديوهات راهم كاينين بالعشرات. وجده تعاني من الحدود، وتبعد مغلوقه الى يوم الدين، الى الدخول لبيت الطاعه. الحصار مواصلين، حتى موريتانيا مواصلين الى الدخول بيت الطاعه. هذاك الكاذب مثلا ثاني على تبيع الخضر، تبيع الفواكه، تبيع. اسمع يا سي محمد، روح المنظمه التغذيه الدوليه، الناس راكم تسمعونا 4600. روح منظمه التغذيه الدوليه، الاكثر امنا غذائيا هي الجزائر في افريقيا والدول العربيه كامله. اولا. ثانيا، الانتاج الفلاحي في الجزائر يتجاوز المغرب بالملايير دولارات. انت الفلاح الاول، الفلاح تاعك خلاك بالجوع بدون طماطم وراح بيحال اوروبا. عندك اسبوع كنت تعاني. ومن تتكلم على الطوابير، طوابير حدثت في الجزائر، عندها عامين حدثت طوابير على اشياء مدعمه اللي انت ما عندكش، انت ليست لك اشياء مدعمه. وانا افضل يكونوا طوابير على اكل او شرب، وما يكونوش طوابير على المساعدات الاسرائيليه اللي شفناها العام اللي فات في رمضان، وستراها على بضعه ايام، على اسبوعين سترى المساعدات الاسرائيليه والطوابير. حنا نفضل يكون طوابير مثلا على حليب او غير شيء، وما يكونوش طوابير لكي عقد عمل مهين ومدل. هذه مهمه لعقد عمل مهين ومدل للفراوله، لارسال نساء يعملوا في الفراوله، لاننا ما وفرنا لهمش منصب شغل ولا الاكل في المغرب. وشكرا لك. بس اسمح لي فقط يعني الاخ اللي بيتصل شغال. تسمعني يا اخ اسعد؟ تسمعني؟ دقيقه اخي كمال، قفل ميكروفونك دقيقه لو سمحت. حسنا، بس عندي اجابه على هذا الشخص. انا ساعطيك حق الرد كما تشاء، لكن هو انا كنت في الموضوع يعني يعني فيما يخص الريساني الذي انت ركزت على الحمير. هو كان في حمير نعم، لكن كان في بشر. انت ركزت على الحمير ولم ترى البشر. يعني هو مشكلتكم هكذا، انتم ترون الحاجات السيئه ما تشوفوش الحاجات الثانيه. لكنك مثلا قد اطرح عليك انا الان سؤال. أنا كنت في الريساني ورأيت ضريح، ولو أنني لا أؤمن بالأضرحة حقيقة، أقولها للكل، لا أؤمن بالأضرحة ولا بشيء، ولست من اللي يحبوا الأضرحة، لكن المغاربة يقولون هذا هو منبعنا. السؤال لك يا قادر، من هو منبعك؟ أين أصلك؟ أين أصلك أنت كجزائري؟ اصبر لا تفتحش يعني أنت ركزت على الحمير ونسيت الضريح. نسيت مسألة الهوية، لأنه مسألة الحمير عادية ليست فكرة. لكن الفكرة التي كانت موجودة في الريساني أن المغاربة كانوا يتفاخرون، حتى في اللايف عندي في هذا، أنه هذا منبعنا، هذا أصلنا، هذا مؤسس دولتنا التي تحكم إلى اليوم. لو سألتك اليوم أنت من هو أصلك؟ من هو منبعك؟ أين مؤسسك؟ لن تجد شيء. الجواب سهل. دقيقة يا قادر، دقيقة. لا أعطيك. لا عندي الجواب. أنا بعد خلاص، إلى عندما يعطيك الدور أنا خذ الجواب. لكن ركزت على الحمير والتركيز على الحمير هذا شككني فيك للأمانة أخي قادر، لأنه خرجنا من الدجاج أنت ركبتنا للحمير الآن. أرجوك يعني نعطيك الأرقام. أكبر دولة عندها عدد حمير هي المغرب، ما عندهم مليون رأس. يا أخي لا معطيك الميكروفون، الله يرحم والديك. خليني بس يعني أخرج أنا من هذا المأساة وبعدين أعطيك لكمل. مسألة الطماط أو الطماطم، تعرف فين الأزمة؟
الأزمة مش في المغرب، الأزمة عندي أنا في بريطانيا. تعرف إيش قالوا لي الجماعة؟ قالوا وانت جاي من المغرب إذا تريد تعطينا هدايا أعطينا طماط، لأنه في بريطانيا حصلت أزمة. أقسم لك بالله هذا الكلام حقيقي، هذا الكلام حقيقي، لأنه حصلت شحة عند المزارعين المغاربة، وبريطانيا المغرب هي المصدر الأول للطماط. عندنا تسكو، أكبر متجر اسمه تسكو وأزدا وسينسبري، هذا اللي في بريطانيا يعرفوا هذه الأسماء، منحوا كل أسرة طماطتين، لأنه في مشكلة المغاربة ما عاد جابوا طماط لبريطانيا. وهذا الكلام أقوله لك وأقسم بالله أنه صحيح. أزمة الطماطم مش في المغرب، في بريطانيا. الطماطم المغربي تداعياته وصلت عندي في بريطانيا، واتصلت أقسم لك بالله أنا يعني من أهلي من يشتغل في هذه المحلات قالوا ممنوع إذا تدخل تتصرف يعطوك بوكس واحد، شوف كم عندك أولاد يعطوك بوكس واحد. لذلك قالوا للجماعة إذا أنت سعد تريد تعطينا هدايا لا تعطينا أي هدايا تحف من مراكش وكذا، أعطينا طماط مغربي. أنت يا أخي يا قادر لا تتحدثوا عن في مسألة الفلاحة في المغرب، هذه نصيحة لك يا قادر، أقسم بالله وهذه شهادة لك أيضا، أنت تثق فيه أن الخضروات في نهاية اليوم تؤخذ بمجانا مجانا. أنا أول ما وصلت في الزيارة السابقة كان أبو مهدي مدخلنا من عند البيت، أشوف بسطة بائع الخضروات ما عليها حدا وفي ناس بيأخذوا يعبوا. قلت له ماله هذا، وين البائع؟ قال هذا ولا هو يبيع إلى نهاية اليوم، ما يرجع اللي يبقى، ما يرجع، يترك كل الناس يبيع. يعني في مسألة الفلاحة خرج، لا تجي تقول لي ما توجوع يا أخي، مرتاحين راحة. لو تشوف البرتقال اللي في بركان أو لو تشوف التفاح اللي في ميدلت، أنا نفسي شفت الكل. مسألة الفلاحة خرج منها يا قادر، أنت اللي تضررت، أنت ما قادر تزرع، أنت بتأخذ البصل من جنوب أفريقيا. ما مسألة الفلاحة اخرجوا منها بشكل خاطئ، معلوماتك خاطئة يا قادر. ما أدري ليش تفتح الميكروفون، خليك مركز. هذا شيء. مسألة أنه رئيس دولة قال نحن نعتبر المغرب عاهرة، هذه شوشعية من حق شوشع، هذه معلومة شوشعية. لا أعتقد أن هناك رئيس دولة سيتفوه بهذا الكلام، لذلك ما في داعي للشوشعة هنا. نحن نريد حقائق. جيت تعمل فيها مثل شوشع، تسجل هدف خرط وتوهمه انه هداف ويتشقلب مسكين. هذا الكلام انا ما يصلحش عندي في اللايف. يعني يقول او افتح شيء مثل ما فتحت لنا صورة الحسن الثاني في فرنسا، وهذا افتح قول الرئيس الفرنسي قال. وانا لن افتح موضوع الجماجم لانه اعتقد كمال سيفتحها. تفضل يا كمال 5 دقائق ثم نعيد الميكروفون للاخ بيان. سعد، كيف ما بديت لك الخطاب في الأول قلت لك المغرب بلد دفاعي ويفضل السلم واليد الممدودة، بديت بخطاب الأخوة. أما دابا الآن فما كنتكلم هذا وقال هذا الكلام ديال قال لك شارل ديغول قال العاهرة إلى آخره، أنا ما كنبغيش ندخل في هذا الشيء، لذلك يستعد يسمع الكلام ديالو. يا أخي المغاربة لم يقبلوا حتى الائتمان الأوروبي والذي مولته فرنسا بأن القضاء المغربي يتعامل بوكالة من النظام المغربي، فقاموا المغاربة جميعهم وقفة رجل واحد وقطعنا المنتجات وقطعنا اللغة الفرنسية، ولم نرغب حتى بزيارة ماكرون إلى بلدنا. وبالله كما شفناكم شو ما درتوا هذا الشيء. حتى السنغال اللي كتهاونوا بها تقولون أن السنغال ليست دولة في وجهه، كفاكم من إهانتنا، لم نرى هذا من الرئيس الجزائري القوة الضاربة. أما لما نتكلم على الوثائق قال شارل ديغول، ألم يقل شارل ديغول لما أرادوا الخروج من الجزائر لا خوف على فرنسا ما دمنا تركنا في بطون الجزائريات أحفادنا وسيحافظون على الجزائر أكثر من الفرنسيين. حاجة أخرى تكلم على الفراولة، والله إني ليشرفني أن أرى ابنتي أو زوجتي أو أمي تعمل بكد بعرق جبينها وتأتي بمال حلال على أن تأتيني طائرة من الكويت محملة
بباغيات إلى المطار ديال الهواري بومدين في 2:30 ليلا. عيب وعار عليكم. حتى الصحف الكويتية والصحف العالمية تكلمت على هذه الفاجعة، والجزائر الدولة المسلمة. أما في حكم السيادة الحكم فكما اختارت الجزائر الأراضي. نعم كمال. نعم نعم. اعتقد السماعه عندك بتعمل صوت في الثوب او شيء، في كشكشه كذا. دابا الآن تسمعني مزيان؟ ايوه حاول لانه معلوماتك انت مهمه، ويعني حاول تشوف. وانتم كبسوا يا جماعه، كبسوا، لانه الان الموضوع سخن وبيريدوا يسقطوا اللايف. اعملوا هكذا حاجات، ضبطوا ودقسوا خبطوا. نعم. يلا تفضل يا كمال. نعم. قلت لك أما بشأن السياسة كما اختارت فرنسا الأراضي التي فيها حقول الغاز وحقول المحروقات البترول وإلى آخره بعناية، فقامت باختيار الأشخاص ذوي النفوذ الذين سيقومون بحماية هذه الثروات التي ستتركها تحت حمايتهم. لأن وخير دليل لماذا الجزائر قامت ولم تقعد لما المغرب سرب الوثيقة ديال شارل ديغول الذي قال فيها أن الجنرالات الفرنسيين وافقوا على تسليم فرنسا الغاز لمدة 1074 سنة، الوثيقة ديال 1074 سنة. قامت الجزائر ولم تقعد. بالله عليك ثروتك لمدة 1074 سنة وتتكلم على السيادة؟ لماذا؟ رئيسك تبون هذه فرنسا من أهانتكم. لماذا يجمع التقارير السرية ويدرس ثورة مضادة على بوركينا فاسو ضد إبراهيم تراوي الرئيس المسلم الذي أسقط الرئيس الفرنسي السابق؟ لماذا رأينا شنقريحة يك ملفات الذاكرة وشعاركم يا فرنسا قد جاء وقت العتاب؟ رأينا شنقريحة يضع على رأسه من طرف قائد الجيوش الفرنسية قبعة شارل ديغول الذي قام بقتل شهدائكم. الشعب يطلب الاعتذار، وشنقريحة الرجل الوظيف يذهب إلى فرنسا ويضع قبعة على رأسه. أما لما تتكلم أما إذا تكلم على الاقتصاد وعلى العلاقات حتى ترجع إلى الطاعة، أقول لك أين هو اقتصادكم؟ لماذا نرى الطابور؟ لماذا البطالة في الجزائر؟ لماذا الفقر؟ هل ما نراه هو فقط وهم على وهم أم هو حقيقة؟ عندكم الطابور. أما تقول حتى ترجع إلى الطاعة، احنا ما نرجعوش للطاعة، وإنما انتم لا ترجعوا للطاعة. البنود المركزية ديال الدولة ديالكم لأنكم اللي تموتوا جوعا. النظام الجزائري عرفتوا علاش كيخلق لكم العدو هو المغرب، باش ينهب الثروات ديالكم، ياخذ لكم الثروات ديالكم ويقول لكم بانني ادفع اموال الغاز والبترول في السلاح والى اخره، رغم اننا لم نرى شيئا. وحاجه اخرى، فرنسا لما أرادت التفاوض مع المغرب إن كان لك حكم سيادة، لماذا رئيسك لم يتكلم لما قال ماكرون لملك المغرب اقطع علاقتك مع إسرائيل وسأفتح الأبواب مع الجزائر وننظر في ملفات الصحراء الشرقية؟ لماذا رئيسك ظل صامتا؟ ليس لك أراضي وليس لك حكم، أنت فقط عامل في الجزائر. شكرا لك. قادر عندك. بسم الله، السلام عليكم. انا لما تكلم السيد قال معاهده 1000 سنه، عرفت المستوى وين راه يتكركر. المعاهده 1000 سنه راك تضحك علينا العرب تاع المشرق. معاهده ل 1000 سنه والله راك تضحك العرب تاع المشرق وعليك واسعد يشوف فيك ونورمال ما ضره راسه ما ضرته ودنه. اعطيتك الميكروفون ترد، ما عليك مني. معاهده 1000 سنه سبحان الله. المهم انا لما تكلمت على قلت كالمومس، انا ما تكلمتش على الدعاره وما راحش نروح لك على الدعاره. ولو جيت انا مغربي والله نكون اخر انسان نتكلم على الدعاره. الفيديوهات موثقه في فرنسا 24 وفي ايطاليا تتكلم على الدعاره وبيع الصغار وتصدير الدعاره للخارج. راك تشوف هنا حتى في التيك توك راهي حمله عليكم من السعوديين وتسميه هذيك بون ما نسميهاش انايا. اذا انا كون جيت مغربي اخر شخص يتكلم على الدعاره والله اخر شخص. وانا ما نلومش الناس اللي تمتهن الدعاره، انا نلوم النظام اللي لم يتحمل على كل حال. هو من دمر هاد النساء اللي يمتهنوا هاد الامور هذه. ولكن والله ما غادي نقعد ما نركزش على هذا الموضوع. انا نتكلمك على الاقتصاد، وانا جاوبتك بالاقتصاد وما قدرتش تكلمني. واخ اسعد قال لي وري لي، قال لي بين لي كيما نبين لك. سكاي نيوز تؤمن بها؟ سكاي نيوز
سكاي نيوز عندها واحد في 2021 تتكلم على الامن الغذائي في الجزائر والتصنيف تاعها كاحسن تصنيف في افريقيا والدول العربيه. سكاي نيوز، وتبغي حتى نوريها لك الان راهي عندي في الهاتف الثاني، نقدر نوري لك الصوره الان. هيسبرس، روح الهيسبرس وشوف ماذا تتكلم على الدعاره. هيسبرس المغربيه. الاخ اسعد لما تتكلم لي على الخضر والفواكه، الخضر والفواكه المغرب، الفيديوهات بالعشرات في الاسبوعين الاخيرين. الناس اصبحت تتكلم تقول لك 200 درهم اللي فيها صوره لملكين اصبحت تشري 2 كيلو درهم، يعني 2 كيلو بصل، يعني ملكين ولاو يشروا 2 كيلو بصل. وانت تتكلم لي على الشعب المغربي يعاني. حتى هذيك المطيشه وشوف تيفي اللي كانت تسب الجزائريين بالبنان ومانيش عارف شاه، عملت فيديوهات تبكي وتقول هذا بزاف وهذا منكر. والناس التغير اللي يعجبني في الشعب المغربي الان اصبح يحمل المسؤوليه للمسؤول المباشر على كل ما يحدث في المغرب، واللي هو الملك محمد السادس. لا حكومه ولا هم يحزنون. الان الشعب المغربي ربما الوعي راه اكثر وراه عندها اكثر جرأه. الان المسؤول المباشر هو محمد السادس. فيما يخص بغيت نرجع لك الامر الساعه. كان نتكلم معك الجزائري وقلت له لانني انت لا تتفق مثلا مع تبون وما تحبش السياسه تاعه وعادي، ولكن في المقابل كذلك المؤسسه الملكيه التي طبعت مع اسرائيل نورمالمون في الاعتياد، وعلى حسب ما نعرفوا العقليه تاع اسعد الشرعي لا تتفق معها في التطبيع. لماذا لا تسب ولماذا لا تكره ولماذا لا تكون فخور بكره مثلا هذو المطبعين هذو مثلا وعبيد اسرائيل؟ تخيل كان اسرائيلي صهيوني ظهر في التيك توك هاليامات ويقول ان عنده الجنسيه الاسرائيليه والمغربيه، اصبح هو الامر الناهي في التيك توك المغربي. وويله ويا ويله من يتجرأ عليه ويقول له صهيوني، يفتحوا عليه اللايفات. انت ماذا بينا ان شاء الله كذلك، بما انك لا تتفق مع تبون والعسكر وتكره التبونيين، الا تكره المطبعين والصهاينه اللي عبيد الصهاينه اللي طبعوا مع الصهاينه، ومنهم المؤسسه الملكيه. المؤسسه الملكيه هي من طبعت مع اسرائيل، ويمكن لك انت باش تتبع المبدا تاعك اسعد الشرعي تحترم المبدا تاعك. حتى العبيد تاع المؤسسه اللي تعبد اسرائيل ثاني كذلك ديرهم مع التبونيين وديرنا معهم وديرهم كاع في رحبه، ونلتقي في ساعة جميلة. شكرا لك. شكرا. قبل أن أعطي ياسر، مسألة التطبيع رأيي معروف، يعني لن أكرر لأنه كثر التكرار يعلم يعني هو التكرار للحمار يا أخي مو للبشر. أنا رأيي في التطبيع معروف ياسر يعرفه وكمال يعرفه والمؤسسة والبشر كلهم في الجزائر في المغرب يعرفون موقف أسعد الشرعي من التطبيع، ولا داعي أن أكرر وأعيد وأردد. موقفي معروف من التطبيع، والذي يريد يرجع للأمور السابقة. شكرا لك. أنا أعطيتك أكثر من هذا الوقت، لكن أنا يعجبني أنك تختصر وتقطف الكلام. ياسر معي في كازا وطالع في اللايف. تفضل يا ياسر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للإخوان جميعا، تحياتي لبني آدم، أما الحيوانات فلا نحييهم، فتحية للحضور الكريم. أولا قضية الحمير في الريصاني، فعادي جدا أن لا يرى بعض الحضور الكريم إلا الحمير، لأن القلوب عند بعضها. لن ترى الإنسان ولن ترى البشر ولن ترى العمران ولن ترى التنمية، إنما رأيت إلا الحمير. لماذا بعض الناس لم ترى إلا الحمير؟ لأنها دولة أشرفت على إدخال باخرة فيها الملايين الأطنان من البطاطس المخصصة للخنازير وأطعمتها لسكانها ولشعبها. يا ياسر، فعندما تطعم لحظة، الحمير اللي في الريصاني تؤكل ولا تركب فقط؟ والله الله المستعان. خليني أعطيك الفكرة هذه. اسمع. الدولة التي قامت باستيراد باخرة تحمل أطنان من البطاطس المخصصة لعلف الخنازير وأطعمتها لشعبها، فهذا الشعب الذي أكل بطاطا مخصصة للخنازير لن يرى إلا الحمير ولن يفهم إلا في الحمير، لأنه قدر الله ما شاء فعل.
دولة لا ياسر يعني هو لاحظ شيء، يعني هو لاحظ انت ممكن. انا اشرح لماذا لاحظ، انا لا اقول اي شيء. يعني حتى لو الحمير عندكم كثير هذا دليل انها لا تذبح. اسمع الحمد لله عندنا حمير تمشي على 4 ودولة فيها حمير تمشي على 2. كمل. دولة فيها حمير تمشي على 2 لأن الحمير هي التي تساق وهي التي تحكم كالقطيع. الدولة التي أصبح فيها القط يعاني لأنه أصبح يؤكل، وبمرسوم من الدولة وتحذير من الدولة تقول لا تشتروا الأرانب إلا بديلها ورأسها لأنكم 90% ستأكلون القطط. إذا هذه علاقة بالحمير لأن منظومة حيوانات، قطط، حمير، خنازير. عندما تأكل البطاطا المخصصة للخنزير وتطعمها لشعبك فلا تستغرب أن يكون من بين الضيوف من لا يرى في المغرب إلا الحيوان الذي هو حمار. وهذا تقديرا للحمار ولمجهودات الحمار، فمن من بني آدم من لم يرقى إلى أن يكون حمار. طيب ولم يستطيع أن يخرج من دائرة الدعارة، لأن من لم يستطع أن يخرج من دائرة الدعارة إلا أنه كبر وترعرع وتربى في بيوت الدعارة. وهذا عادي في دولة أصبح سكانها يخرجون في مظاهرات يتبرؤون من بيوت الدعارة الذين تدعمهم الدولة وترخص لهم بتراخيص. فنرى من سكان الجزائر الشرفاء مظاهرات في بعض الأحياء وهي مسجلة وموجودة داخل الجزائر يطلبون من الدولة أن ترفع عليهم هذا العار، ولكن الدولة لا تأبى إلا أن تساهم في هذا الميدان وتشجع على هذا الميدان، ميدان الدعارة. إذا عندما يكون ضيفا من ضيوفك لا يتكلم إلا في الدعارة فهذا شيء عادي جدا، لأنه كبر وترعرع في الدعارة وفي بيوت الدعارة. أما عندما تكلم عن الصهاينة فالحمد لله الذي رأينا صهيوني يهودي في الجزائر يحمل على أكتاف الجيش الجزائري وهو في الطريق إلى مثواه الأخير للدفن. اسمع تبع معي، يهودي في الجزائر يحمل على أكتف الجيش الجزائري وبوتفليقة يجر في العربة كالبطاطس. من هذا اليهودي؟ هذا يهودي جزائري جابوه ليدفنوه داخل الجزائر. ما المشكلة يا يهودي جزائري يدفن في الجزائر؟ ما المشكلة؟ يا أخي مش المشكلة في الدفن، المشكلة في مراسيم الدفن. حمل الجزائري فوق أكتاف الجيش الجزائري وهو في تابوته، بينما بوتفليقة جروه في عربة وكأنهم واخدينه يرموه ولا يتفكوا به. فكيف حملتم اليهود فوق الأكتاف وجررتم الرئيس بالعربة؟ هذه. أما التطبيع فنحن نقول طبعنا مع من؟ نقول طبعنا مع اليهود. 6 دقائق. سد المايك تنكمل. سد المايك. قادر بعطيك. سد المايك. بدأ في 37 وهي 43. يا سد المايك 37 ولا 78. سد المايك تشوفها الحمير. سد المايك تنسالي وانطلق في وصف الحمير. اهدأ يا أخي يا صاحبي، اهدأ مالك. كمل يا ياسر كمل. أما قضية التطبيع فنحن طبعنا مع اليهود، طبعنا مع الصهاينة. من أنتم؟ أنتم لا يهود ولا صهاينة ولا مسلمين ولا مسيحيين، ما عندكم لا ملة لا دين. من أنتم؟ هل بوتفليقة مسلم؟ أنا لا أعلم. هل تبون مسلم؟ أنا لا أعلم. إذا كان مسلم أعطينا الدليل. هذا تكفير يا أخي، اتق الله. أنا لا أكفره، أنا أسأل عن ديانته. أنا لا أكفر. ما هي ديانة تبون؟ يا أخي الدستور الجزائري ينص أنه لازم يكون الرئيس مسلم. يكون الرئيس
مسلم يعني تبون مسلم يعني تبون مسلم. اي هل المسلم يقطع الارحام؟ هذه امور احنا يعني عادي جدا مش مشكله. لا اختم في دقيقه هذه المداخله، نعطي قادر حقه وبعدين نرجع لك ولا الكمال. انا ختمت.